السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم طاقة ممدوح في فيديو جديد بوصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش قبل ما نبتدي في الفيديو اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وعشان تشجعوني نعمل فيديوهات اكتر بوصفات اكتر. النهاردة هنعمل سلطة حلوة جدا، سلطة البنجر. طبعا البنجر مفيد جدا جدا جدا. يلا نبتدي في الوصفة. نقول بسم الله. معايا هنا كيلو بنجر. هغسله كويس جدا تحت الحنفية بالفرشة. هنا بصوا بغسله كويس، لازم طبعا يتغسل كويس جدا. ما تنسوش تسموا الله وتصلوا على النبي في الكومنتات. وكمان ما تنسوش اي وصفة حابين تعرفوها ان اعملها ممكن تكتبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله اعملها لكم. بصوا هنا كده كنت خلاص غسلته كويس. بصوا حتى هتلاقوا كمان لونه اختلف، وان اي تراب او اي حاجة من عليه نزلت خالص. بعد كده هجيب في حلة هنجيب في الحلة كده نحط مية. بعد كده هحط فيها معلقة سكر علشان انا برضو المية اللي انا بتاعة البنجر اللي هسلق فيها البنجر هبقى محتاجة ان هي هاخد منها يعني للسلطة، فعايزاه يبقى مسكر برضو شوية. بجد هتعجبكم قوي. بصوا هنحط بقى كده البنجر فيها. الحلة طلعت صغيرة فغيرت الحلة. هحطها بقى على النار يستوي. هكون بقى بجهز الخلطة كده اللي هحطها على السلطة. هنجيب 4 أو 5 فصوص توم. بصوا هو التوم عادي ممكن تستغنوا عنه، بس فعلا التوم بيخلي لها طعم، بيديها طعم حلو قوي يعني. هنا حطيت توم مفروم، وهحط برضو معلقة كده صغيرة سكر. بصوا التوابل والحاجات اللي هحطها دي عايزة على كمية يعني على كيلو بنجر بالظبط. بعد كده عصرت ليمونتين. بعد كده هحط زيت زيتون، يعني هحط حوالي معلقتين او 3 معالق كبار زيت زيتون. يعني ايه نحط شوية زيت زيتون كده حلوين. بعد كده هحط نص معلقة ملح. هقلبهم بقى كويس كده مع بعض. بجد السلطة كان طعمها حلو قوي. بصوا بدوبهم كده كلهم مع بعض. بصوا حتى هنا شكلها اختلف بعد ما كل حاجة دابت كده مع بعض، السكر والملح مع الزيت والليمون. بصوا كده شكلها اختلف. بعد كده بصوا البنجر كان عندي اتسلق. انا ما سويتوش جامد يعني، ما سويتهوش قوي، كان ناشف شوية. بعد كده بصوا هو بس سخن شوية فهنقعد نقشر فيه. بصوا هي كمان علشان جامدة شوية مش طرية قوي، ف بتبقى القشرة لازقة عليه. كمان ممكن عايزين تسووه خالص سووه، عايزين ونص سوا زي ما انتوا حابين اعملوه يعني. بصوا اهو كده انا بقشرته. نقشره بقى ايه واحدة واحدة كده. هو كمان عشان سخن فانا ما كنتش عارفة اقشر، مش عارفة اتملك منها كويس يعني.
اهو هنا كده كنت قشرته خلاص. بعد كده بصوا هبتدي بقى ان انا اقطعه. هقطعها كده مكعبات، الحجم برضو اللي انتوا حابينه، صغير بس يعني لما يبقى متوسط تعرفوا تاكلوه كده بالمعلقة. متنسوش الاشتراك في القناة، علشان انا بجد بتشجع لما بلاقي الناس عندي بتزيد، فبجد حتى لو يعني بيزيدوا ببطء بس انا ببقى مبسوطة يعني. فما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي، وكمان عشان تشجعوني. بصوا هنا اهو كده بقطعها. هنا بقى كده خلاص كنت قطعت الكمية كلها. هنا معايا بقى نص كوباية من المية اللي انا سلقت فيها البنجر، حطيتها على الخلطة بتاعتي اللي انا هحطها على السلطة. بجد اللي بيحب البنجر هيتبسط جدا بطعم الطريقة دي كده، وسهلة ما فيهاش اي زيادة. انتوا بس هتشتروا البنجر بس، لكن اي حاجة تانية كلها موجودة، وبجد سهلة وبسيطة خالص وهتعجبكم كمان قوي. هنا الطبق بقى اللي هحط فيه السلطة كلها عشان اعرف اقلب فيها، ان انا اقدر اقعد اقلب فيها كده، يبقى طبق غويط عشان تقلبي براحتك. بعد كده هنزل بقى بالخلطة كده عليها. بعد كده بقى هجيب بقدونس هرشه كده، برضو البقدونس بيديها طعم. بعد كده بقى هبتدي ان انا اقلبها كويس علشان كل الخلطة والطعم يبقى في كل البنجر كده. وكمان كل ما تسيبوها شوية كل ما تاخد من طعم التوابل مع التوم والزيت، هتبقى غنية كده بالطعم، فهتبقى حلوة قوي. بعد كده اديتها رشة بقدونس على الوش، وكده الوصفة خلصت والسلطة حلوة جدا وبسيطة، وان شاء الله تعجبكم. بصوا شكلها حلو ازاي جنب اي اكل بقى، تبقى حلوة جدا. ان شاء الله تكون عجبتكم، وهستنى رأيكم. كده فيديو النهاردة خلص، استنوني فيديو جديد. باي باي.